الحقيقة زي ما حضراتكم عارفين احنا النهارده عندنا هنا في الجامعة لقاءين، وبالتالي هذا اللقاء هيبقى قصير نسبيا ونكمل في اللقاء الآخر في مدرج المهدي إن شاء الله. لكن اسمحوا لي في اللقاء الجميل ده أقول لكم كلمة زي الشمس. انتوا حضراتكم اللي سبق انه سمع مني قبل كده عارف ان انا بقعد ادق من ضمن الافكار التي لا اكف عن الدق عليها على فكرة مؤسسية الدولة، وان تكون دولة حقيقية ودولة محترمة ومقاييس الإدارة فيها والتسيير محترمة فعلا. الكلام ده يمكن أنا أحب في هذا اللقاء أنزله، لأني تصورت أنه أنا فعلا قادم لمقابلة أعضاء هيئة التدريس وفي كلية الهندسة، إني أنزله على رؤيتي ونظرتي إلى الجامعات. لو الكلام هيبقى صعب شوية على مستوى الطالب، هو مش هيبقى صعب، لكن عايز أقول هو ده الصميم. الجامعات في مصر ظلمت ظلم بالغ نتيجة التخبط في الرؤية. فمثلا هم عايزين يخلوا الجامعة تخدم على سوق العمل، لأن الطالب بيتخرج من معظم الكليات درس وخد شهادة ولكنه مش مهيئ يشتغل، مش شاطر، ما فيش حرفة فيه. فبدأوا يدقوا الجامعات وربط التعليم بالإعداد لسوق العمل. طبعا كلكم تسمعوا الكلام ده. تتلفت بس 5 سم 10 سم الناحية الثانية تلاقيه يقول لك إن الجامعات متخلفة جدا، الجامعات المصرية متخلفة جدا في سلم الجامعات العالمية، لدرجة ان معظمها مش مدرك اساسا. ليه؟ تجد السبب